السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. النهاردة هنستعرض معاكم أشهر حلل ضغط موجودة في السعودية. يعني يكاد يكون مفيش بيت في السعودية ما بيستخدمش حلل ضغط السيف، لانها فعلا شركة تقيلة وقوية، وطبعا هي اللي عندها الماركات السيف الكتريك وعندها الجانو، ومعظم منتجاتها جودتها عالية. حتى الشركة دي من اوائل المنتجات اللي بدأت تنزلها في المملكة كانت حلل الضغط دي، فهي فعلا من اشهر الشركات اللي بتصنع حلل الضغط في السعودية. زي ما قلنا لكم، غير انها كمان بتاخد شهادات جودة بالذات على الامان. يعني هي حتى بتبقى حاطه الصور، خلينا نوريكم كده صور الشهادات بتاعتها. هي هنا اهو كاتبه اهو ان هو طبعا مصنعه من الستانلس ستيل عالي الجوده، وحاصله على شهاده التي يو في للجوده. بيبقوا عارضين، بس يمكن هوريكم الصوره هنا اهو. مثلا ادي حله، دي حلة السيف يا جماعة، عارضين طبعا بيحطوا كده على الكرتونة بتاعتهم شهادات الجودة العالمية من ناحية الجودة، من ناحية الأمان، وهوريكم في الفيديو ازاي الأمان. طبعا واخدين أكتر من شهادة، اي اي اف، جي اس، مش عارف ايه، والتي في يو، وادي الكواليتي شهادة الجودة، وشهادة تانية. فالحلل السيف فعلا بخلاف انها اشهر حلل، اكتر حلل من ناحية الامان موجودة في المملكة العربية السعودية. غير كده كمان شركة عريقة، منتجاتها ذات جودة عالية، وطبعا هي بتنزل كذا حاجة، واحنا طبعا هنا بنحب نجيب الاستانلس. خلينا بقى نستعرض معاكم المواصفات الحلل الاستانلس. طبعا الحلتين اللي في الفيديو دول يا جماعة ال11 لتر وال15 لتر. هي طبعا بتيجي مقاسات الخمسة والسبعة والتسعة والحداشر والخمستاشر لتر. أكبر حلة في الاستانلس 15 لتر. احنا دايما بنحب نركز على الحجمين دول. لو عميل عايز حجم اقل مفيش مشكلة، بس احنا طبعا بنشرح له ليه احنا دايما بنجيب الحجم ده. طبعا ده لو انت عندك عيلة من 5 أو 6 افراد، الحلة الكبيرة ال 15 لتر دي بمنتهى البساطة تاخد ذكرين بط زي ما بيقولوا. الحلة ال 11 تاخد ذكر. ناس يقولوا لنا بالكام كيلو لحمة، ما اعرفش صراحة قد ايه كام كيلو لحمة، بس دايما معروف يا جماعة لما انت بتاخد حلة 11 لتر، الطبيعي في اي حلة ضغط ان انت لازم بتسيب تلتها فاضي. يعني عمر محل الضغط في الدنيا هتتملي اللي عينها ايا كان الماركة. احنا عندنا تيفال، دايما تلاقي في التعليمات كده ان انت لازم تسيب تلت الحلة، ما يعادل تلت الحلة. ليه؟ عشان خاطر ضغط البخار، ولازم يكون في مساحة للبخار. خلينا بقى نشوف الامان اللي في الحلة. طبعا الحلة بيبقى فيها اكتر من صمام امان. اول حاجة هي طبعا هنا ده شكل الحلة، ده الاول بلف امان. لو قدر الله حصل اي حاجة، انسدت الصفارة، البخار مش طالع، البلف ده بيحميك من الانفجار لا قدر الله. لان في ناس طبعا بتخاف كتير من حلل الضغط، فاحنا لازم نوريكم الامان. تمام. وهنا طبعا مكان الصفارة اهو باين اهو في الصورة اهو، اللي هي الحتة دي هنا بتركب الصفارة. وطبعا هي بتيجي، احنا مش عايزين نفتحها صراحة. الصفارة بتيجي هنا كده في عبوة بلاستيك، والايدين بلاستيك طبعا زي ما احنا مش شايفين هنا، مش راكبين. هنا في يد بلاستيك بتركب عشان نعرف نمسك الحلة منها، بحيث انها تكون بالشكل ده زي الشكل ده في الصورة كده. الصفارة هي راكبة والايدين البلاستيك على جنب. تمام. خلينا بقى اوريكم كمان شكل الحلة من جوه. نفتح الغطا بمنتهى السهولة. وطبعا من مميزات بقى حلل الضغط دي ان قطع غيارها في السعودية بالذات عند البقال. يعني احنا بنوفر قطع غيار كمان لو عايزين. الصفارة واليد، الحاجات اللي هي معرضة انها تضيع او تتكسر، يعني اليد موجودة، المقبض ده موجود، الصفارة كمان موجودة، الجوان الداخلي اللي هو ده طبعا اهو، الجوان الداخلي ده برضو موجود. ده شكل الحلة من جوه يا جماعة، ما شاء الله جودتها ممتازة.
وكبيرة. دي ال11 لتر يا جماعة. خلينا برضو نشوف ال15. 15 بقى يعني اكبر واعرض واعلى. يعني دي ال11 اهي، ودي ال15. ناخد دكرين بط مرتاح. يعني هي ما شاء الله يمكن ارتفاع 20، لو الشبر 20 ارتفاع 20 سنتي، والعرض اكتر من 20، يعني نقدر نقول مثلا 25 او 30 كمان. حلة السيف الاصلية. وطبعا هنا اهو ده شكل الغطا، تقيل ما شاء الله. دي علامة السيف. بيجي معاها طبعا كده كتيب بتاعها والضمان. ده الكتيب طبعا هو بيضمنها في السعودية 5 سنين. وده الكتيب بتاعها ستانلس ستيل طبعا. حلة ممتازة، امان، جودة عالية. فعلا من افضل انواع حلل الضغط، او هي افضل، انا احسن حاجة حل الضغط موجودة في المملكة العربية السعودية. تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب ام حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك ام حمزة للتسويق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.